بعد اللي حصل في ماتش مصر ونيوزيلندا في الفان زون عملت فيديو اقترحت فيه اننا نبدا بنفسنا وبعد الماتش نتجمع وننضف. فتعالوا بقى اخدكم معايا لحظه بلحظه في المبادره دي، هوريكم البيفور والافتر وهل الموضوع نجح ولا كان مجرد شو كده وخلاص. طيب الموضوع بدا في استراحه الماتش، اتعرض الفيديو بتاعنا على الشاشه اللي بنقول فيه ان احنا عاملين مبادره وان احنا هننضف بعد الماتش. وبعد ما الماتش خلص بقى الناس كانت فرحانه جدا، والصراحه انا بدات اخاف شويه، حسيت الناس كلها كده هتمشي وهنضف لوحدي في الاخر. المهم اتحركت على الفود كورت، مش متخيلين يا جماعه المكان كان متبهدل ازاي وانا كنت لوحدي خالص. المهم قمت سحبت الباسكت ولبست التيشيرت وبدات مع نفسي كده على خفيف، والحمد لله واحده واحده لقيت بقى في ناس بتيجي بتساعد. بعديها بقى جت مع ولاد وبنات كتير وكانوا جمال قوي، قعدوا بقى يساعدوني في التنظيف وكان عندهم حماس، وكنا كل ما بنخلص مكان بنقوم متحركين وننقل على المكان اللي بعده. ومن الحاجات اللذيذه اللي خدت بالي منها انه على قد ما احنا ما كانش عددنا كبير قوي الناس اللي بتنظف، بس لاحظت ان الناس التانيه اللي موجوده في المكان لما كانوا بيشوفونا بننظف كتير منهم اللي معاه حاجه في ايده او كده بيقوم جاي لحد الباسكت يرميه فيه ويشكرنا على اللي احنا بنعمله. فكان في ايجابيه حلوه قوي، وده ينعش برضو ان كان في سلبيه. كان في بنتين كده وانا سامعها بتقول لها مش دول بتوع الحمله، وشايفهم بعيني وقاموا ضاحكين ورامين حاجه على الارض. بس طبعا لما انت تبقى مقتنع باللي انت بتعمله وليك هدف واضح وصريح الحاجات دي ما بتفرقش معاك. وبعديها بقى جه علي، وده من الناس اللي قعدوا معايا لحد اخر ثانيه في اليوم. قعدنا بقى ننظف وكل شويه ننقل من مكان لمكان، والموضوع كان لذيذ لحد بقى ما جت الحته اللي تحت المحلات دي. مشكلتها ان هي كانت فيها ميه كتير واقعه على الارض، فالمناديل وعقاب السجاير الحاجات كلها كانت ملزقه كده وياعه خالص، وكان وقتها سهل قوي بالنسبه لي اقول دي تبع المحلات بقى ماليش دعوه هم اللي ينظفوها. بس اخترت اني انضفها، وسبحان الله لقيت الاول جنيه واقع على الارض. بعديها بقى وانا بنضف لقيت 100 جنيه وكنت مبسوط جدا اني لقيتها. وال100 جنيه هي يا جماعه يا ريت اللي وقعت منه يجي الفان زون المره الجايه لابس احمر وانا هديها. وبرده من الناس اللذيذه اللي كملوا معانا للاخر البنت دي كانت مع نفسها كده بتختفي 5-10 دقايق في الجناين اللي ورا، بتقعد تلم وتنظف الجناين، وكل مره ترجع بكميه زباله كتيره جدا. وكل ده كان بعيد بقى عن الكاميرا والتصوير، هي مع نفسها كده، انا حتى استأذنتها علشان اصور. وفي النهايه بقى دي كانت الكميه اللي نظفناها في الفود كورت، 4 صناديق زباله كاملين. وده كان شكل المكان بيفور اول ما دخلت، وده بقى شكله الساعه 2 بالليل بعد ما خلصنا. وعلى قد ما كان شكلي باين قد ايه متبهدل، على قد ما من جوايا كنت فرحان جدا. وبعد ما روحت بقى اكتشفت ان كان في ناس كتير في اماكن تانية كتير في الفان زون بينظفوا، وفي اللي صوروا وعملوا فيديوهات وعملوا حاجات جامده جدا مع نفسهم. وده فرحني بجد، لان هي دي اصلا فكره المبادره، واتعلمت بسببها اهم حاجه في حياتي وجايه انقلها لك. ما تستناش الناس، ما تستنيش صحابك، ما تستنيش حد مسؤول، ما تستناش جهه معينه عشان تعمل تغيير. ابدا بنفسك وابقى انت التغيير.